من القرن الماضي، ومع القمع الإنجليزي للمقاومة الشعبية تفتقت قريحة الشباب الثوري عن أسلوب جديد يجمع السودانيين ضد المستعمر تحت غطاء رياضي، فكان نادي الهلال نادي الشعب والحركة الوطنية. The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. كل البدايات عندك وكل النضالات. 13 فبراير 1930 لم يكن تاريخا عاديا للسودان، بل كان المعيار الحقيقي لإخراج المستعمر من السودان. لقد كان ميلاد الهلال دافعا ملهما لشعب ثائر ضد الظلم، ساعيا للخلاص من قيود المستعمر الذي أراد أن يركع الشعب عنوه. ولكن ميلاد الهلال كان أساسا للحركة الوطنية ضد المستعمر بمفهوم رياضي. شكل نضالا ثوري منظم ساعد الجماهير في أن تعلي صوتها جهورا بعبارات: يا غريب يلا لي بلدك، يلا لي بلدك. ومن نادي الهلال كانت الخطابات وتنظيم العصيانات والتمرد على النظام الإنجليزي. زاد شعلة الحركة الطلابية بصفته نادي رياضي ثقافي واجتماعي. ومع استمرار جزوة النضال نال الشعب مبتغاه واخرج المستعمر الإنجليزي نهارا وسط خروج الملايين من الشعب السوداني. وهو النادي الغائب الذي يستمد منه الشعب قوته وأفراحه. ذهبية كانت متاحة. شوف هذا صبحي، كورة قوية تصطدم في القائم وترجع تنقل. توصل لكندورة، لاعبها لصبحي معدي، ماشي صبحي صواب صبحي قوية. جول صبحي لاعب دولي صوب كرة قوية، أحلى الأهداف حتى وبقعة الأحرار ومنبع الرجال لقد كان دائما صاحب المواقف والمبادئ، واستمر بذات اللبنة الأولى والصفة الثورية إلى يومنا هذا، غائدا لكل حراك جماهيري. نادي الوحدة الوطنية، نادي الوحدة الوطنية، حرية ضد الظلم الغمعية، حرية رافضا للظلم والخضوع ضد أي طاغية واستبداد، مع الحرية والثورة أينما كانت. ففي أبريل وأكتوبر وديسمبر كان للهلال مواقف مشرفة مع الثورة وداعما أساسيا لها على مر السنوات. وهو لا ينسى شهداء كل الثورات. كان يعلن الحداد بإغلاق أسوار النادي ويرسل البيانات ويعزي الأسر في الشهداء، لأنه نادي الشعب ولد عزيزا شامخا ثائرا، وهذا حاله لم يتبدل. وسط الميدان المحاولة لفريق الهلال، الكرة واللمسة لمحمد موسى يحاول التصويب، ما زالت الكرة الثانية. جول للفخامة والتحدي، عنوان هلال أمدرمان، ساطع لامع ناسع. الهلال هو الفن والجمال، صانع المجد والأبطال. الهلال هلال مهما علت الجبال وانخفضت التلال. الهلال تاريخ ورجال، الدوري يا هلال وفرح الأنصار. يا نادي الشعب يا نادينا، عشقك وحبك ساكن فينا. الثاني للهلال. وما نحن إلا امتداد لإرث الأجداد الذي كان حافلا بالمواقف البطولية وممتدا بالنضال منذ الأزل. ففي العام 2008 كان النور لميلاد عهد جديد من النضال والتضحية، لتحمل ألتراس بلو لايونز راية الهلال عالية كما غدر لها أن تكون، ويستمر النضال لعشرات السنين حتى يومنا هذا.
لتبدأ بنشاطها التشجيعي الفريد الذي دائما ما يلهم مدرجات استاد الهلال والمدرج الشمالي خاصة. ثم توالت النشاطات حتى على الصعيد الاجتماعي، فكان لها الكثير من الإسهامات والمبادرات المختلفة من نشر للوعي بين فئات المجتمع، وكان صداها ملموسا. واستلهاما من تاريخ النادي الوطني وامتدادا للبنة نادي الحركة الوطنية نادي السودانيين، وفي ذكرى ميلاد هلال الحرية تعود للأذهان تضحيات أبناء شعبنا وتلك الدماء الغالية التي دفعت مهرا للوطن في سبيل نيل حريته ورفعته على مر التاريخ، تلك الدماء الطاهرة والتضحيات النابعة والمتأصلة في تركيبة جينات شعبنا شعب تأسيس الأولى. وعليه أخذت المجموعة اللون الأسود كرمزية لتخليد ذكرى شهدائنا الحاضرين معنا بأرواحهم وذكرى لكل من ضحى في سبيل الوطن. والهلال ده انا غايته بالنسبه لي ما اقدر اكمل لك كلامك اللي انت بتقول لي فيه ده، لكن انا الهلال ده ليه هسه ولا من اموت انا غير الهلال ما عندي فريق.